في 3 أسباب هم اللي أدّوا لتعادل الزمالك مع سيراميكا كليوباترا. السبب الأولاني إنّك بتشوف اللعيبة بتلعب بطريقة الحقيقة غريبة جدًا، وبمشاعر انهزامية عجيبة ما لهاش أي مُبرر، مع إن المفترض إن يكون أدائهم بشكل أفضل من كده، خاصةً مع جهاز فني المفترض إن هو جديد وكل لاعب عايز يثبت نفسه قدّامه حتى لو كان جهاز فني مؤقت. النقطة التانية، التغييرات العجيبة اللي اتعملت الحقيقة من الكابتن أيمن الرمادي، اللي ممكن يكون ما افتكرش اللحظات إن هو بيدرّب الزمالك، ما بيدرّبش فريق من وسط الجدول عشان تعمل تبديلة دفاعية وتلعب ب3 ورا وأنت لسه آخر 10 دقايق وعارف إن في وقت ضايع كتير جدًا هيكون موجود، ودخلنا في حوالي 22 دقيقة بالوقت اللي كان متبقي وقت التبديل، وكمان بالوقت بدل من ضايع وتلعب فيه جيم دفاعي. دي كانت غريبة الحقيقة مش مبررة، ممكن لو بتدرّب فريق من منتصف الجدول تتصرّف بالشكل ده. النقطة التالتة، واضح إن الزمالك وده رَدًا على الناس اللي كانت بتتكلم وتقول لك إن الزمالك ممكن يكون محتاج 3 أو 4 صفقات، الزمالك مش محتاج أقل من 8 أو 9 صفقات، لإن عنده مراكز كتيرة جدًا، جدًا محتاجة دعم، عنده مشاكل في السكواد واضحة جدًا الحقيقة.